قال رحمه الله تعالى: ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر. أي بعد أن قتل هؤلاء الثلاثة في البراز حمي الوطيس، التقى الصفان وتلاحم الجيشان وبدأت المعركة في شدتها، ونزل نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين. قال: واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا. والابتهال هو شدة المناجاة والسؤال، وهذا فيه مكانة الدعاء العظيمة وشدة الحاجة إليه، وأن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤونه، ومن ذلك في نصره على الأعداء، وما النصر إلا من عند الله. فالتجأ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله يناجي ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ويبتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبه. كان عليه الصلاة والسلام لابسا إزارا ورداء، فكان عليه الصلاة والسلام رداؤه، وهو الذي يجعل على الكتفين، كان يسقط من على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه. يعني كلما سقط الرداء من شدة الابتهال والمناجاة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في طلب النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين، فكان كلما سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم أصلحه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. وهذا أيضا يوضحه ما جاء في صحيح مسلم، قال: كفاك مناشدتك ربك، يعني أن الله سبحانه وتعالى مستجيب دعائك ومحقق رجائك وناصر أولياء الله سبحانه وتعالى المؤمنين. قال: بعض مناشدتك ربك، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف وأن يهون على نفسه في الأمر. قال: فإنه منجز لك ما وعدك. والله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه والمؤمنين بالنصر المبين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في مناجاته وإلحاحه على ربه سبحانه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا فيه يعني أن هذه صفوة الناس وخلاصتهم وزبدتهم في أرض الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأنه كما علمنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فالذين كانوا في هذه المعركة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أعداد قليلة مقارنة بالكفار ممن شهدوا المعركة أو غيرهم، يعتبرون قلة قليلة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا في صحيح مسلم من حديث عمر، وهو أيضا في البخاري بنحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فذلك قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا متتابعين، ملك من ورائه ملك، تتابعوا لنصرة أولياء الله سبحانه وتعالى ونصرة المؤمنين في هذه المعركة. ونزل هذا العدد من الملائكة، مع أن ملكا واحدا مر معنا قريبا
ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، لكن يعني جاء هذا النصر ماضيا على السنة القائمة في القتال، جيش يقابل جيشا وعدد يقابل عددا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه السنة التي هي قائمة في تقابل الصفين مقتتلين على خيولهم معهم سيوفهم، فجاءت الملائكة هذا العدد من الملائكة لعله والله تعالى أعلم لهذه الحكمة. قال ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، يعني أغمض عينيه إغماضة يسيرة، ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر. وأبو بكر رضي الله عنه كما علمنا هو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في العريش، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار، يعني جاء مبشرا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنصر وبالجند الذين جاءوا من الملائكة أرسلهم الله سبحانه وتعالى نصرة للمؤمنين. قال الألباني رحمة الله عليه عن هذه الرواية قال رواه الأموي في المغازي بسند حسن، ولفظه في سير ابن هشام في سيرة ابن هشام هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أي الغبار، على ثناياه النقع يعني على متن الخيل الغبار، يعني قادما على فرسه مقاتلا في سبيل الله. ولهذا أيضا جاء في بعض الروايات أن بعض المسلمين يتقدم إلى الواحد من المشركين أو قرينه من الكفار أو مقابل الكفار يقاتل فيجد يصرع أمامه، يجد أمامه يصرع ويسقط ميتا، وهذا من النصر والجند الذي أرسله الله سبحانه وتعالى تأييدا لأوليائه وعباده المؤمنين. نعم.